الخوت، أنا جاية في الطريق صراحة الله، أنا من الناس اللي مبليين فاش يكونوا خارجين. ندير شي حاجة في ودني، نبقى غادا كنسمع شي حاجة، ماشي من النوع اللي كيتما غادي في الزنقة أولا كيتمشى وما ما كيسمع والو. وأنا راجعة طاحت واحد الفيديو هكا مكتوب فيه أنه رسالة من هيام ستار، فقلت أجي نتفرج شنو واقع. في الأول ديال الفيديو، هو الفيديو كيبان أنه ديال الأخت هيام ستار لاشين ديالها. ففي الاول ديال الفيديو، النص الاول كامل كيف كنقولوا فلوغ، لكن في النص الثاني ديال الفيديو هو اللي فيه رساله ديال هيام ستار. اتصلت بيا اختي كتبكي فهمتي كتبكي وبقات فيا جاتني البكيه بزاف، بغيت نساعدها وما عرفتش كيفاش ندير انني نساعدها. لهذا انا ولو تنقول يا ربي غير كيفاش غير نوصل، كنتمنى غير نتمنى بقلوب الرحيمه غير يفهموا رسالتي فين باغا توصل. فهيام ستار الخوت كتحاول انها توصل شي كلام عن طريق الاخت ديالها. هذا الكلام شنو فيها الاخوان؟ فيه انه كتحاول انها تستعطف الناس اللي كانوا كيتابعوها والناس اللي كانوا كيشجعوها الاخوان، فكتقول ليهم اولا كتسول الاخت ديالها، كتقول لها بانه هادوك الناس اللي كانوا كيشجعوني واش باقيين كيشجعوني. انا ما باغاش نوصل شي باش نهضر على شي حاجه انني نوصل، انا باغا غير قلوب الرحيمه انها توقف معايا، توقف مع الاخت ديالي. انا ما يوقف معايا حيت انا الحمد لله انا غنتحرك وهذا كندير. هي دابا اللي محتاجه المساعده اكثر، هي طلبت مني وقالت الرساله ديالها شنو هي. الرساله ديالها هي اللي قالت لي انا دابا اللي محتاجينكم تعاونوني، انا فين هما الناس اللي كانوا واقفين معايا، واش تخلاو عليا، واش تخليتوا عليا، واش تخليتوا. كنتمنى الا ما شافونيش الناس اللي كانوا واقفين معاها، كنتمنى انهم تبارطاجيو البنات. ثانيا كتقول لها ان هادوك الناس اللي كانوا كيشجعوني فينهم، علاش ما كنشوفش الدعم ديالهم، علاش ما كيهضروش عليا، علاش ما كيدافعوش عليا. انا عييت من الحبس، انا عييت من كذا، انا عييت من كذا. شوفوا، هو الحبس ما كنتمناو حتى شي واحد صراحه، وهي مساله صعيبه. الاخت ديال هيام ستار تكلمت على ان بغات الاخت ديالها انها تستافد من العقوبه البديله باش يوصل هاد الفيديو للقلوب الرحيمه. وكناشد وأطالب سيدنا نصره الله، سيدي وحبيبنا ملكنا نصره الله الله يحفظه، أنه يوقف في المحنة ديال الأخت ديالي سعدة. تعاونوا البنات بالبارطاج باش يوصل هاد الفيديو لقلوب الرحيمة. أن أختي دابا قالت لك هي أنها تعاقبات، وفعلا أنها تعاقبات ودوزات العقاب وتوحد ما معصوم من الخطأ. عارفين ان العقوبه البديله يتحاكموا بها الناس في هاد الاحكام الجديده، ماشي الناس اللي محاكمين قبل وغادي نجيو نعطيوهم عقوبه بديله. على ما اعتقد انا كنظن ان الناس اللي قبل محكومين كيستافدوا مثلا من العفو الملكي. خطأت ماشي ما خطأت، ولكن خير الخطاؤون والتوابون. وهي التوابين هي راها تابت، وهي مريضة مرض نفسي ومحتاجة دوك الوليدات، محتاجاهم. حسوا بيها، راها أم وولية ومرض نفسي وفيها الأعصاب بزاف ديال الحوايج، من ممكن انها عارفه، انا على حسب ما كنظن ان كاين واحد الرساله ديال الاستعطاف، ما عرفتش كيفاش كدار بالضبط، ولكن هذه قدروا هما يستشروا فيها محامي، كتكون من بعد ما دوزتي واحد العقوبه سجنيه، ما عرفتش واش النص او اكثر من النص، كتكون بقات لك شي حاجه قليله على ما اعتقد الاخوان. يجي شي واحد يقول لي انا فايت سامعه هاد الهضره، لكن الاكزاكت ديالها ما نقدرش نقول لك ان كاينه ولا ما كاينش. فرساله الاستعطاف من اولا اخت هيام ستار، من كديريها ولا من كديريها. الا كنتي كديريها للمغاربه، فالمغاربه ما عندهم باش يعاونوا هي، ما عندهم باش يعاونوها، ماشي المغاربه اللي يحكموا عليها. ولو يكونوا المغاربه متعاطفين معاها فما ما يقدروا يعاونوها بحتى شي حاجه، ماشي المغاربه اللي غيقدروا يخرجوها من السجن. كاين القضاء، كاين وزير على ما اعتقد العدل، كاين جلاله الملك، كاين الديوان الملكي على ما اعتقد حتى هو كيديروا لي رسائل ديال الاستعطاف. هذه في حاله الا كنتي تعرضتي للظلم على ما اعتقد. كاين بزاف ديال المسائل، هو وكاين في الاول وفي الاخير في بلادنا كاين جلاله الملك، تقدري ديري رساله استعطافيه لجلاله الملك. زلة اللسان أنها غير بقات كتهضر، تبقات راسها أن بين قطبان. تفارقت على وليدات ديالها، وليداتها 3 مشاو للخيرية، وحدة راها مسجونة معاها،
وهي راه كتعذب بزاف بفراق على وليداتها، وباغا وليداتها باغا تخرج، باغا أن نعاونوها بالعقوبة البديلة. لكن المغاربه انا كنشوف انه حنا ما عندنا باش غادي نفعوك. ثانيا كتقولي بان الاخت ديالي زلت لسان، ما يمكنش. زلة لسان ممكن نقولوها في لو كا ديال جميلة، نقولوا زلة لسان غلطت. ممكن نقولوا زلة لسان في لو كا ديال ام جيهان، نقدروا نقولوا انها بسبب النرفزه والعصاب ديالها غلطات. لكن هي مستار نقولوا زلة لسان؟ لا، هي مستار كانت كتحدى وكانوا معمرين ليها راسها كيف ما قال الزوج ديالها الفيديوهات، قال انه عمروا لي راسها الناس ديال هكا جيراننا في لي كومونتير، وتاقت ولا هي كتعرف تهضر في السياسه، ولا هي كتسنطح وتذكر المقدسات. واش نسيتي ان الاخت ديالك خرجت من الدين والمله؟ ماشي حنا اللي كنحاسبوها، قضاء اللي حاسبها. كتقولي الناس اللي كتبارطاجي الفيديوهات ديالها، راه اكيد اي واحد سمع الكلام ديالك الا ما غيجاوبك بالفيديوهات ديال اختك. غتستافد كباقي المستفيدين، يعني الناس استافدوا من هذه العقوبة. شحال من واحد استافدوا من هذه العقوبة البديلة. هذا قانون جديد خرجوا سيدنا انه يعطي فرصه للسجناء، وشحال من واحد راه دخل وكيخرج تائب، راه هي غادي تائبت من ايام كل مره كتبكي وكتأنب في راسها على ما صحابش، انها كتسحاب غير كتهضر تلقى راسها راه بعيده على ولادها، وراه ماشي حيت حقر على اختك، راه حيت باش تشوفي الكميه ديال المصائب اللي دارتهم هيام. دارت مصائب كبيره. واش السيده حاشاكم خاسره ليها الطواليت في الدار كتعيط على البوليس؟ واحد اللايف كانت هكا. انا ماشي، انا مستحيل نتفرج في الناس اللي مرض نفسيا، مستحيل نتفرج في الناس اللي فيهم المشاكل والغوت والبكا، مستحيل تلقاني كنتابع هاد الناس. علاش؟ انا سريعه التاثر بالزربه كنتاثر، بالزربه كنفاعل، كيف ما دابا شفت الفيديو ديالك وانفعلت مع الكلام اللا منطقي اللي كتقولي. هو الصراحه الطريقه باش تكلمات الاخت ديال هيام هي طريقه مربيه، ولكن الكلام اللي نطقتيه اللي ماشي منطقي، فانا ما كنلومكش على طريقه الكلام، وانما كنلومك على الكلام حيت منافي للصواب. كتعذب كل نهار. كنتمنى ان رسالتي توصل للقلوب الرحيمه، يحنن ربي قلوب عليها، يا ربي تحنن القلوب عليها، وانها تستافد بحال باقي السجناء اللي كانوا استافدوا من العقوبه البديله، ووقفوا معهم انهم استافدوا رجال ونرى الرجال قوامون على النساء، ومع ذلك استافدوا بالعقوبه. انت كتقولي انه هي متوحشات وليداتها، بصح هي اكيد غتكون توحشاتهم، ولكن ما تنسيش انها علاش دخلت للحبس. راه من ضمن الاسباب علاش هيام تحيدوا ليها الاطفال على حساب المصائب اللي كانت كديرهم في هذوك الوليدات. راه كاملين كنا كنشوفوا كيفاش كانت كتكره ريان، كانت كتوصل لنا هي هذه الرساله، ماشي حنا اللي كنقولوا، هي اللي كانت كتوصل لنا من خلال اللايفات ديالها. كانت كتعنف ريان. كنظن ان البنيته ريتاج كانت تلقاتو في الجسد ديالها اثر ديال الكدمات. باغ كونطخ البنيته اللي كانت شويه اللي عندها شخصيه ديالها قويه كانت ما كتقبلش داك الشيء. البنيته واحد الشخصيه عندها قويه جدا، فما كانتش كترضى بداك، ما كتمتثلهاش، لهذا كانت كتعنف اكثر من الطفل. راه العنف اللي كانت كتعنف راه العضان بارتو، العضان في اليدين، العضان في الرجلين، العضان في الظهر، العضان بارتو. بنيه صغيره غادي تضربيها وتزرقيها، علاش؟ ما الغايه؟ شنو دارت هاد البنيته كاع؟ تقدري كاع الا مشيتي بهذا المنطق ديال انك تضربي بنتك، ماشي بهذاك العنف، ماشي بهذيك الطريقه. من هذا انها تحرقت، سخنات الموس وحرقتها في اليد ديالها، باقا خاص في اليد ديالها. كي بغيتي هاد الولاد غادي يعاودوا يرجعوا عند الام ديالهم، وما بغاو حتى واحد، مرتاحين، تياكلوا، تيشربوا، تيقراو، تيديروا السبور ديالهم، تيديروا تحيه العالم، يعني حياتهم الطبيعيه في الوليدات. ريان كيفاش كانت كتعامل معاه كانت كتكرهو، كانت كتاكد ليه، كتعيط ليه كتاكد ليه الاحساس ديالها تجاهه. كيفاش هذاك الولد غادي يكبر؟ كيفاش هذاك الولد غادي يطلع؟
ولد اللي باقي صغير كنظن انه عنده 11 عام او لا قل على ما اعتقد، قل بكثير، كيربي بيبي ديال شهرين 3 شهور كيربيه. ويلي واش نتوما هادشي اللي ولا كيطلع عندنا في السوشيال ميديا تتصطيونا؟ واش كتعيشوا في العالم الموازي بغيتو تفرضوه علينا، بغيتونا حنا نشوفوه ونسكتو وما ندويوش هما يديروا اللي بغاو يروجوا لديك الافكار. وكاينين الناس كتاثر بهذا الشيء، وكاينين امهات غادي تبدا تشوف ان هذه عاطيه مخليه الدري صغير كيربي البيبي، ايوا صافي انا ولدي غنخليه ونخرج، نخلي ولدي مع خوه ونخرج. تخيلوا ان مره كيقول لي رايان سيري خرجي فوجي وخلي لي انا الدري كان عمره على ما اعتقد شي 3 شهور واقيلا. انا ما بغيتش ناكد اولا نفي لانه انا ما اكزاكت ما عاقلاش، ولكن لا قلت راه نقدر نجبد لكم كلشي. فجيت هي دابا تقولي بانه لا ندمات، لا هذه ندمات الله يسهل عليها، الله يدير لها الشي ولدي الخير، الله يطلق صراحه. بغيتوا انكم تستعطفوا، راه رساله الاستعطاف ما كديرش في السوشيال ميديا، راه دارتها دنيا باطنه ومن مورا مشات تشدات مباشره. علاش؟ كاين هناك حكم قضائي خصو يتنفذ، اختك خدات العقوبه ديالها وكيتنفذ حاليا، هي في مرحله التنفيذ، كيتنفذ دابا الحكم عليها. فإلا بغات رساله الاستعطاف كنظن انكم كان المفروض انك تستشري محامي اللي غيقول لك فين غديريها ولا من غديريها. اما حنا كمغاربه ما عندنا باش ندفعوك، ما حنا غنهزوا اللافتات ونخرجوا نديروا مظاهره طلقوا لينا وياه، ما حتى شي حاجه. المغاربه كيتعاطفوا مع هويام من واحد الناحيه، ولكن من نواحي اخرين راه كرهوا هاد النماذج اللي شافوهم في السوشيال ميديا. راه شوف حاليا راه كاينين مكاينش هويام، كاين مئات من هويام في السوشيال ميديا المغرب، المغاربه طالعين لهم في راسهم بمشاكل، خصوصا في تيك توك. فهذا ما كان الخص بالنسبه لهذا الفيديو. قولوا لي نتوما شنو الراي ديالكم في الخرجه ديال اخت هويام ستار والزوج ديال هويام ستار ايضا اللي داروا خرجه استعطافيه للمغاربه باش ان ختهم ومرتو يستافدوا من العقوبه البديله او العفو. شنو في نظركم نتوما كيفاش كتشوفوا هذه الامور؟